الجزائر ترفض، لأن تعتقد بأن هذه الموائد نوع من سحب البساط عن النفوذ الجزائري في المنطقة، وتقول بأن هي غير معنية بهذه الموائد، وبأن النزاع هو بين المغرب وبين جبهة البوليزاريو، وهذا شيء خطأ، لأن لو لم تكن الجزائر لما كانت البوليزاريو، لأن من وضع البوليزاريو هي الجزائر، ومن يمول البوليزاريو هي الجزائر، ومن يدعمها باللوجيستيك وبالأسلحة هي الجزائر، ومن يؤدي أجور الموظفين هناك هي الجزائر، ومن يعرقل الحل النهائي والمعقول لقضية هذا النزاع هي الجزائر. ومع الأسف لا تريد المشاركة في هذه الموائد المستديرة، لأنها تعرف ولها اليقين التام بأن ستخسر واحد القضية اللي هي أصلا متسلطة عليها وليس لها دخل، وتعرقل ليس بالحل السياسي لهذا النزاع، وإنما هي تعرقل الوحدة المغاربية. لماذا هي تدعم هذه الجبهة البوليزاريو بالمال وبالسلاح وما سنين طويلة وهي تدعم هذا؟ لأن هناك أطماع، ربما لها أطماع أكبر مما تعتقد، ولكن مع الأسف هذا يعرقل النماء الاقتصادي المغاربي.